السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة رابع يوم رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنعمل فطار خفيف كده بناء على طلب بنتي. احنا بصراحة في رمضان بنستبعد موضوع السمك ده، ما بنعملوش كتير، بس النهاردة بنتي طلبته فعملته. بصراحة بيكون حلو قوي في الصيام، بيكون خفيف والواحد يصلي القيام وهو كده خفيف. هنعمله صينية في الفرن وهيكون طعمه حلو جدا وهيكون خفيف. عشان نعمل السمك بتاعنا هنحتاج بصلاية متقطعة مكعبات، وهنحتاج جزراية مبشورة، وهنحتاج كزبرة خضراء على شبت عودين بس مش كتير، وهنحتاج فلفل متقطع مكعبات برضو، فلفل ألوان او فلفل اخضر الموجود عندك المتاح عندك. ومعانا طماطميتين متقطعين برضو مكعبات، وطماطم طبعا يعني سكر، حطيت على الطماطم رشة سكر. وهنزل عليهم بالفلفل بتاعنا المتقطع مكعبات، وهنزل بالجزراية المبشورة، وهنزل عليهم بعد كده بالخضرة بتاعتنا، هما عودين مش كتير. وبعد كده بقى معانا راس من التوم مفرومة، راس توم مفرومة هنزل بيها برضو. وبعد كده هنزل بالملح بتاعنا، وهنزل بمعلقة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة ونص من الكمون. بس كده، هي دي كل التوابل اللي هنحطها على السمك، اللي هي الكزبرة الناشفة والكمون. ومعانا ليمونتين، هنعصر ليمونتين عليهم. وبعد كده بقى هنبدأ نقلبهم، وهنحط عليهم معلقتين من الزيت. يعني بعد ما نعصر الليمون ونقلبهم مع بعض هنحط معلقتين اتنين بس من الزيت. هم معلقتين الزيت اهم. هنقلبهم بقى كويس جدا عشان التوابل والثوم والبصل كله يدخل في قلب بعضه. بعد كده بقى هنجيب السمك بتاعنا ونبدأ نحشي قلبه من جوه. وهنجيب الصينية بتاعتنا فيها مسحة زيت، وابدأ افرش الارضية بتاعتها من الخضار اللي احنا عاملينه، وابدأ بقى احشي السمك بتاعي كله، وابدأ بقى ارصه في الصينية زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وابدأ بعد ما احشيه كله احط على وشه بقية الخضار بتاعنا، وابدأ ادخله الفرن شغال فوق وتحت. انا ما حطيتلوش ميه ودخلته الفرن، فعشان الفرن كان ساخن انا قلت الخضار هينزل ميته. الفرن عشان كان ساخن ما نزلش ميه ولا حاجه، فاضطريت ان انا احط له ربع كوبايه ميه. يعني انا دلوقتي كده حطيت له ربع كوبايه ميه عشان بس يستوي معايا كويس. هسيبه بقى في الفرن ونعمل الرز بتاعنا. انا ابني قال لي انت عايزه تعملي سمك، انا ليا ابني يعني ملوش في السمك قوي. فاستأذنته قبل ما اعمل السمك بصراحه في رمضان، لان طفل طبعا وصايم، فقال لي يا ماما اعملي بس اهم حاجه عايزه اكل جنبه، ما تعمليش رز صياديه، اعملي رز ابيض. فهعمل جنبه رز ابيض. نزلت بزيت في قلب الحله، وبعد كده نزلت عليه برز مغسول ومتصفي، وانزل عليهم بالملح، وابدا بقى اديله تشويحه كويسه جدا لعند ما الرزايه بتاعتي تتشمع وتشرب الماده الدهنيه وتسخن معايا عشان خاطر يطلع معانا مفلفل. دي بقى رشه من السكر. جربوا التركايه دي يا جماعه، حلوه جدا جدا. في الرز الابيض تحطوا رشه سكر، الرز الابيض تحطوا له رشه سكر، بيفرق جدا جدا في طعم الرز بتاعك. ومكعب مرق، مكعب المرق ده اختياري مش اساسي. وبعد كده بقى هديهم تقليبة وانزل عليهم بمية مغلية. زي طبعا زي ما احنا عارفين، لكل كوباية رز مصري كوباية مية مغلية، او بعينيكي كده فوق الرز بعقلة صابع، يعني تخلي المية مغطية الرز بعقلة صابع تقريبا كده. هقلبه كده اشوفه محتاج مية تاني ولا لأ. بس كده خلاص اتظبط معايا. اول ما يغلي معايا ههدي عليه واغطي عليه، واسيبه يستوي تقريبا لمدة ربع ساعة على نار هادية، وهيكون استوى معايا. يعني هو اول ما غلي معايا اهو بالشكل ده، غطيت عليه وهديت عليه النار خالص لمدة ربع ساعة وكان استوى معايا. وده بعد ما السمك بتاعنا طلع من الفرن.
والرز الابيض، قدمنا الرز الابيض جنبه وسلطه وعصير، وكان فطار خفيف سهل وبسيط وخلص على طول، ما خدش مني وقت في طول النهار بقى واقفه في المطبخ ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت كان خفيف. وقدرنا نقوم بعد الفطار خفاف نشوف اللي ورانا. وكل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.